سلام البنات، اليوم رجعت لكم بفيديو جديدة في القناة ديالي I have something to say. عندي ما نقول. 2025 قربت تدخل، والسؤال اللي كنطرحوه على راسنا كل عام: واش غادي نبقى بنفس النسخة ديال العام اللي فات اللي هو 2024، ولا غادي نبدلها بواحد النسخة اللي هي جديدة ومختلفة؟ اليوم غادي نهضروا على كيفاش نخليو 2025 واحد السنة ديال الانجازات، سنة ديال التغيير الجذري. بغيتك تغبري على الناس وتاخدي الوقت مع راسك وترجعي لهم قوية مليئة بالطاقة وبالنجاحات. هذا الفيديو موجه لأي وحدة بغات تغير حياتها، لأي وحدة باغية تولي نسخة أفضل، نسخة جديدة ونسخة اقوى. غادي تسولوني وتقولوا لي: استناي، علاش خاصنا نغبروا؟ غنعطيك جوج ديال الاسباب اللي خلاوني نقول لك غبري في البدايه ديال 2025. السبب الاول هو باش تركزي على الذات ديالك. بعض مرات الناس باش كيكونوا في لي زالونتور ديالنا وحنا كندوزو من واحد لو شونجمون كيبقاو يكثروا علينا الاراء ديالهم، كيزيدونا بالمشاكل ديالهم، وبعض مرات كيزيدونا حتى الطاقه السلبيه. دونك باش تطوري خاصك تبعدي عليهم شويه وديري واحد المسافه وتستغلي داك الوقت باش تخدمي على راسك. مثلا فكري براسك بحال واحد التليفون محتاج يتشارجا. واش تقدري تكملي الخدمه بالتليفون الوغ كو لا باتري ديالو ضعيفه؟ لا. دونك راه نفس الحاجه معنا حنا كبشر. دونك بعدي لي على الناس وركزي لي على راسك مزيان. تاني حاجه، بغيتك تفاجئي الناس بالنسخه ديالك الجديده. ملي كتغبري وكتخدمي بصمت كترجعي وانتي مختلفه. الناس كيكونوا تعودوا انهم يشوفوك بواحد الطريقه، ولكن ملي كترجعي ليهم بواحد النسخه اللي جديده، مثلا نقصتي الوزن، عندك ثقه في النفس زايده، كيتصدموا وكيغيروا النظره ديالهم عليك وكيغيروا حتى الطريقه ديال التعامل ديالهم معك. غنشرح لكم كيفاش في الكماله ديال الفيديو. دونك شنو خاصك ديري؟ كيفاش نولي انا هاد النسخه؟ كيفاش غادي نتغير؟ كيفاش غنبدل حياتي في 2025؟ اول حاجه، جيبي ليا ورقه وستيلو وحطي كاع الاهداف ديالك. جلسي بوحدك وخدي واحد الورقه وستيلو وسولي راسك: شنو بغيت نحقق انا في هاد السنه هادي؟ شنو هما الحاجات اللي خاصني نتخلص منهم؟ واش حياتي ماشيه في اتجاه اللي كنتمنى؟ التخطيط ديالك اللي غتكتبيه في داك الورقه خاصو يكون سبيسيفيك. تكتبي لي داكشي بالديتاي: ها شنو بغيت ندير، وها شنو بغيت ندير، وها فين بغيت نمشي، وها فين بغيت نسافر، وها شنو بغيت نحقق، وها الخدمه اللي بغيت، وها الصالير اللي بغيت، وها شحال بغيت ندخل في الشهر. هادشي اللي بغيتك تكتبي داكشي يكون سبيسيفيك. والحاجه الثانيه achievable. ما تكتبيش ليا بغيت الصالير ديال 40 مليون في الشهر. كتبي شي حاجه اللي رياليستيك achievable اللي نقدر نديرها، باش ماشي في الاخر ديال عام 2025 نقول انا ما وصلتش لهادي وما وصلتش لهادي وما وصلتش لهادي، الوغ كو داكشي اصلا في الاول ما كيدارش، ما يمكنش يدار. شي حاجه اللي خاصها تكون رياليستيك. انا نعطيك مثال: باغا نقص الوزن، قولي بغيت ننزل 10 كيلو في 6 شهور. ما تكتبيش لي 10 كيلو في شهر، راه امبوسيبل. دونك غنقول غنطيح 10 كيلو في 6 شهور، حيتاش 6 شهور واحد المده اللي رياليستيك. 6 شهور واحد المده اللي نقدر نطيح فيها 10 كيلو باياش بالرياضه بشحال من حاجه. دونك اللي بغيت نوصل لك هو تكتبي لي واحد الجول اللي هو رياليستيك، اللي achievable. شنو ندير عاوتاني؟ خاصني نطور راسي، خاصني نستثمر التعلم ديالي، نقرا الكتوبه، نطور راسي ونتعلم المهارات جداد. مثلا الا كنتي ضعيفه في شي مهاره معينه، استغلي هذاك الوقت باش تطوريها. مثلا كنتي باغا تعلمي شي لغه جديده، بغيتي تطوري المهارات ديال الكومونيكاسيون ديالك مع الناس، تقدري تعلميها، تقراي كتوبه عليها. مثلا شي وحده بغات تعلم دير ميك اب ما كتعرفش ديرو، نعطي الوقت. نجي انا في هذاك الورقه نقول انا ما كنعرفش ندير ميك اب مزيان، دونك هذا العام نجلس نشوف كيفاش نقدر ندير ميك اب. واخا هذا المهم ما كيتعتبرش هدف اللي كبير كبير، ولكن كما قلت لكم خاصنا نحطوا كل شيء في داك الورقه، كل شيء. مثلا انا كتعجبني نتيكي بيكتشرز، علاش هذا العام ما نبداش نحط البيكتشرز ديالي في السوشيال ميديا، اولا نتعلم كيفاش نتيكي بيكتشرز بطريقه لي بروفيسيونيل. دونك طوري راسك،
طوري السكيلز ديالك، نتعلم شي حاجه جديده. كتعجبني موسيقى، نشري مثلا شي حاجه بيانو ولا فلوت ولا شي حاجه نتعلم. دونك ما عمره ما كيمشي الحال. It's never too late to develop ourselves. اوكي دونك هذه واحد النصيحه اللي زوينه وواحد الحاجه اللي خاصنا نخدموا عليها. دونك في داك الورقه غتكتبي لي داكشي اللي بغيتي تعلميه هذا العام، اللي بغيتي تطوريه في راسك. ثالث حاجه، خدمي على الصحه النفسيه والجسديه ديالك. الصحه النفسيه والجسديه ديالك هي واحد الحاجه اللي مهمه باش تكوني قويه. خاصك توازني بين العقل ديالك والجسم ديالك. خدي وقت للرياضه، حتى ولو كانت غير نص ساعه في النهار. نص ساعه في النهار ما كتدي ما كتجيب. ماشي ضروري تريني كل نهار، ديري ليا غير 3 مرات في السيمانه. مهم تحركي. انا ما عنديش الوقت باش نتريني، عندي الخدمه، نرجع من الخدمه وانا كنتمشى ندير واحد 30 دقيقه د لا مارش حتى هي البنات راه كتحرق لي كالوري. دونك نلقى سولوشنز، ماشي ما عنديش كيفاش صافي نجيف اب. لا، نلقى واحد سولوشنز باش نوصل الاهداف اللي انا باغا نوصل لهم. واحد الحاجه اخرى، مارسي التامل باش تهدني العقل ديالك وتزيدي التركيز ديالك. جلسي في الدار، عندك شي طابي ولا شي حاجه جلسي فيه، سدي عينيك، طفي عليا كاع الديستراكشنز، التليفون بعد عليك، وجلسي تاملي. سمعي الافكار ديالك، سمعي لراسك، هدني راسك. راه خاص تكون عندنا واحد التوازن ما بين الجسم ديالنا والعقل ديالنا. في هذيك الورقه النيت غادا ندير واحد البارت ديال فيزيكال، كيفاش نبدل المظهر ديالي. الا كانت عندك مشكل في المظهر ديالك، ما كانش عندك مشكل في المظهر ديالك، راكي انت فنه. ولكن الا مثلا عندي مشكل في المظهر ديالي، نحط واحد البارت في داك الورقه ونكتب باللي ها كيفاش غنبدل المظهر ديالي. حيتاش الناس كيربطوا التغيير بالمظهر، وراه اتس ترو. حيتاش باش كتبدلي شحال من حاجه في حياتك، اول حاجه كتبان في وجهك في الجسم ديالك. وشحال من واحد كيبقى يقول لك وراك تبدلتي، الوغ كو تقدري تكوني غير حيدتي شي ناس توكسيك في حياتك وراك تبدلتي. ولكن حنا باش غادا نكتبوا في الورقه ديالنا غادي نبدل المظهر ديالي، تقدري مثلا تمشي تبدلي لا كولور ديال شعرك، اولا تقطعي شعرك، اولا تبداي تلبسي بواحد الاسلوب مختلف، اولا تغيري واحد التغيير بسيط في الميك اب. مثلا الا كنتي كديري ميك اب اللي تقيل بزاف تولي ديريه خفيف، اولا مثلا البنات اللي كيلبسوا كاجوال بزاف تراي مثلا تلبسي كلاسيك. دونك هاد لي بيتي شانجمون راه حتى هما داخلين في الشانجمون اللي تقدري ديريه في 2025. وانتي كتكتبي في داك الورقه اللي قلت لك غتحطي قدامك، ركزي ليا على الانجازات ديالك ماشي ديال الناس. ماشي تكتبي انا بغيت نتعلم لغه جديده حيت فلانه تعلمت اللغه الجديده العام اللي فات، اولا بدات كتعلم اللغه، اولا انا بغيت نطيح 20 كيلو حيت فلان طيحت 20 كيلو. نو، ركزي على الانجازات اللي نتي باغا ديريهم، ماشي الانجازات البنات، ماشي الانجازات ديال الناس الاخرين. داكوغ؟ وماشي ضروري تقول للناس داكشي اللي باغا ديريه. الجولز ديالك خليهم سيكريت بينك وبين راسك، باش حتى الا ما صدقاتلك شي حاجه بينك وبين راسك ما صدقاتش. ماشي انا راه غنتعلم واحد اللغه جديده مورا 6 شهور لقيت راسك ما تعلمتيش ليها، وبنادم كيقول راه فلانه بغات تعلم وما تعلماتش، وهكا غتحطم الثقه في النفس ديالك مع بنادم. نو، خلي داكشي سيكريت بينك وبين راسك صافي. وبحال ديما باش كنجي نسالي البودكاست كنعطيكم النصيحه ديالي ليكم. حتى انا جبدت الورقه وكتبت الجولز ديالي ودرتهم رياليستيك، ولكن اللي بغيت نقول لكم هو ما تستعجلوش النتيجه. راه علاش شي وحده واصله في السوشيال ميديا راه بزاف ديال السنوات ديال الخدمه وديال الصبر. ما تخليش الفشل ديال اليوم يحطمك، بالعكس خديه كدرس وخدمي بالصمت. الناس اللي كيخدموا بالصمت هما اللي كينجحوا. خلي الخدمه ديالك هي اللي تهضر عليك، ماشي الهضره تكون هضره فارغه. 2025 ممكن تكون السنه ديالك، ممكن تكون السنه اللي غتحققي فيها بزاف ديال الانجازات، اللي غادا تصدمي فيها راسك قبل ما تصدمي الناس. خاصك تآمني براسك، تخدمي على الاحلام ديالك، وتخدمي كثر على الصبر والمثابره، وكوني صريحه مع راسك. واش مستعده انك تغبري على الناس
وتخدمي على راسك، خلي لي تعليق تحت الفيديو وقولي لي واش انتي مستعده، قولي لي شنو هي اول حاجه غادي تبداي بها في هذه المسيره، ولا لا ما تقوليش ليا كما قلنا، خليو داكشي سيكريت، يور جولز ديالكم، قولوا لي غير واش مستعدين ولا لا. المهم هكا غنكون وصلنا للنهايه ديال البودكاست ديال اليوم. حاولت ما نطولش عليكم، ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الناس اللي كتشوفوهم محتاجين يسمعوا هذه الهضره. شكرا على المتابعه، ما تنساوش تخليو لي لايك سبسكرايب وتهلاو لي في راسكم، كنبغيكم بزاف. نتشوفوا في البودكاست القادم. سلامه.